يشعر ياكو بآخر ذرة طاقة تغادره، يسقط على الأرض منهكا، يشعر بالألم في كل جزء من جسده. الديناصورات والبطة العملاقة تتراجع ببطء، تاركة وراءها فوضى وأثرا من الدمار. يقترب منه جومو بهدوء، لا تظهر على وجهه علامات الصدمة، بل نظرة من التركيز ممزوجة بقلق هادئ. يجلس بجوار ياكو المنهك، ينظر إلى الفوضى ثم إلى الفتى. جومو بصوت منخفض فيه تعاطف خفيف: لقد كانت معركة قاسية يا ياكو، لقد نجوت، لكن هذا المستوى من الاستنزاف ليس مستداما على المدى الطويل. ياكو يلهث بصعوبة، يحاول استيعاب الكلمات: لقد كدت أن أموت، هذه الوحوش. جومو يومئ، صوته يصبح أكثر جدية. بيئة هذه الجزيرة قاسية بشكل استثنائي، إنها مليئة بكائنات لم يتكيف معها البشر العاديون، وتم القضاء عليهم بالكامل. تظهر نظرة التفكير العميق في عينيه، وكأنه يتذكر شيئا مؤلما. أماكن كهذه يمكن أن تجعل المرء يفقد بوصلته بسهولة، إذا لم تكن قويا بما يكفي، أو إذا حطمت على يد شخص آخر. يستعيد جومو تركيزه على ياكو. جومو، قوتك، قوة نبات البالون الذي تمتلكه، هي بالتأكيد مفتاح نجاتك في عالم كهذا. لقد رأيت كيف استخدمت بشكل غريزي للتحرك والدفاع والضرب. إنها قوة خام وقوية كما أظهرت في تلك اللحظة الأخيرة. ياكو يقبض على يده بصعوبة، يتذكر الشعور. نعم، شعرت وكأن جسدي يعرف كيف يفعل تلك الأشياء دون أن أفكر فيها. جومو تظهر على وجهه لمحة من التفكير التحليلي، لكن نبرته تظل مهتمة وموجهة. هذا صحيح، جسدك يتكيف مع الطعام الذي استهلكته لسنوات. هذا التكيف ليس مجرد قدرة واحدة، بل هو نظام يتطور. فكر فيه كمستويات من النمو. قوتك ليست مجرد قدرة واحدة، بل تتكشف على مستويات متدرجة من التحكم والتعقيد. ياكو يلهث، يشعر بالألم، لكن الفضول يشتعل في عينيه. مستويات مثل لعبة. جومو يهز رأسه ببطء، تظهر ابتسامة خفيفة لم تصل لعينيه تماما، ليس تماما كلعبة، أقرب لمراحل من التكيف العميق لجسدك. قوة البالون هذه يبدو أنها تتكشف عبر 7 مستويات رئيسية. في بداية كل مستوى يكتسب جسدك بشكل طبيعي قدرتين أساسيتين تعكسان طبيعة الطعام الذي تناولته. أنت الآن في المستوى الأول، قدرات مثل خفة البالون ودرع البالون التي استخدمتها هي تجليات أساسية لهذا المستوى. تلك الاندفاعات للمراوغة، يومئ برأسه، هي تطبيقات حركية مرتبطة بالنفخ والتفريغ. ياكو يقبض على يديه بحماس جديد رغم إرهاقه. نعم، هذه هي الحركات التي فعلتها. جومو نبرته تصبح أكثر جدية، لكن مجرد امتلاك القدرات غريزيا ليس كافيا لتصبح قويا حقا. ولتتجاوز المستوى الذي أنت فيه، يجب عليك إتقان هذه القدرات بالكامل، فهم كيف تعمل، التحكم فيها بدقة، تحويلها من مجرد رد فعل إلى أداة واعية بيدك، وهذا يتطلب تدريبا. ياكو تظهر نظرة تصميم في عينيه. تدريب لتقن المستوى الأول. جومو يساعد ياكو على النهوض ببطء، ينفض التراب عنه. نعم، والأمر الأكثر إثارة للاهتمام أن هذا النظام يسمح لك باستخلاص المزيد من الإمكانيات الكامنة في طعامك. كلما تدربت وتعمقت في فهمك لقوتك، يمكنك تطوير قدراتك الأساسية واكتشاف قدرات جديدة تماما مرتبطة بالبالون من خلال التطبيق العملي والتجريبي. يمكنك زيادة عدد القدرات في كل مستوى من 2 إلى 3 حتى تصل إلى 5 قدرات. ياكو ماذا؟ تزيد عدد القدرات؟ جومو يومئ، عيناه تلمعان بفضول معرفي. أجل، حتى 5 قدرات لكل مستوى، هذا ما يمكن أن نطلق عليه الطاقة الكاملة لذلك المستوى. أن تصل إلى هذا الحد يعني أنك استخرجت كل ما يمكن استخراجه مباشرة من طعامك في تلك المرحلة من التطور. بعدها فقط، بالتدريب المتواصل والعميق الذي يجمع بين الفهم والإتقان، يمكنك دفع جسدك لعبور حاجز المستوى الحالي إلى المستوى التالي من القوة. الأمر ليس سهلا يا ياكو، إنه يتطلب انضباطا وتضحية. ياكو يكاد يبتسم من الإرهاق مع إدراك الصعوبة. تضحية، أعرف، نبات البالون مقرف. جومو تنهيدة خفيفة، يهز رأسه بنظرة تحمل معنى أعمق. ليس هذا هو الثمن الوحيد دائما يا ياكو، لكن يستعيد تركيزه. التدريب هو نقطة البداية. هذه الجزيرة بكائناتها القوية يمكن أن تكون ساحة تدريب مثالية لك، ستجبرك على كشف حدودك وإتقان قوتك تحت الضغط. ياكو يومئ بحماس، ينظر إلى الغابة بعزم تمام. لنفعلها، أريد أن أتقن المستوى الأول وأزيد عدد قدراتي. وهكذا بدأ ياكو وجومو فترة تدريب مكثفة على جزيرة الوحوش. لم تكن الأيام سهلة، كانت معارك ياكو ضد الكائنات الضخمة تتكرر يوميا، تتحول تدريجيا من صراع يائس للبقاء إلى تمارين قاسية موجهة. مرت الأسابيع. في إحدى جلسات التدريب كان ياكو يحاول إتقان تقنية حركة جديدة، كان يقفز وينتفخ ويفش بشكل غير منتظم، يلهث من الجهد والإحباط. جومو يراقب ياكو بنظرة مركزة، يقدم توجيهات هادئة ومحددة. ليس دقيقا يا ياكو، الدفع لا يكون عشوائيا، فكر فيه كإطلاق طاقة موجهة. يجب أن تركز الهواء وتوجهه بزاوية معينة ليعطيك الدفعة المطلوبة. ما تفعله الآن يستنزفك دون فعالية كافية. ياكو يلهث بصوت عال، جسده يعود لحجمه الطبيعي، لكنه صعب يا جومو. أشعر وكأنني سأنفجر إذا حاولت تركيز كل هذه الطاقة في نقطة واحدة. جسدي فقط يريد أن ينتفخ كله. جومو
يقترب خطوة، يتحدث بنبرة تعليمية أكثر. جسدك يمتلك القوة الخام، وعليك أن تكون أنت المهندس الذي يشكلها. ركز ذهنيا على الجزء الذي تريد إطلاق الهواء منه. تخيله كفتحة صغيرة تضغط الطاقة عبرها. الأمر لا يقتصر على النفخ، بل على التحكم الدقيق في الإطلاق. ياكو ينظر إلى جومو، ثم إلى يده، يقبض عليها بعزم. مهندس. فتحة صغيرة. تحكم في الإطلاق. حسنا، سأحاول مجددا مع التركيز. يبدأ في النفخ مرة أخرى مع تركيز بصري وذهني. جومو يراقب بانتباه. تظهر على وجهه علامات التقييم الإيجابي. أفضل. نعم، هناك تحسن. التوجيه أصبح أدق قليلا. استمر. التكرار مع الفهم هو طريق الإتقان. وتذكر، القوة الحقيقية تكمن في إيجاد تطبيقات جديدة لما تملكه. مر شهر ثم شهر آخر على هذا المنوال. تدرب ياكو بلا توقف، مدفوعا بحلمه. دفع جسده إلى أقصى حدوده. لم يصل إلى المستوى الثاني بعد، لكنه شعر أنه أصبح أقوى وأكثر تحكما. الأهم من ذلك أنه اكتشف تطبيقات جديدة ومبتكرة لقوة البالون، مما زاد عدد قدراته في المستوى الأول. شعر بأن قوته أصبحت أداة أكثر تنوعا في يده. في أحد الأيام، بينما كان ياكو وجومو يستريحان، كان جومو يتحدث عن الجوانب الأكثر خطورة وتعقيدا لقوة الطعام بنبرة تحمل وزنا من المعرفة والتحذير. جومو بصوت جاد: ياكو، هناك طرق أخرى لاستخدام قوة الطعام تتجاوز التدريب العادية. ياكو يرفع بصره باهتمام أخرى: كيف؟ جومو: عندما تهزم خصما قويا، يمتص جسدك جزءا من طاقته. في تلك اللحظة يمكنك تناول طعام جديد. هذا يمنحك دفعة مؤقتة من القوة المرتبطة بذلك الطعام الجديد لقتال قادم. ياكو: يبدو الأمر مثيرا، قوة إضافية لقتال واحد. رائع. جومو يصبح صوته أعمق وأكثر قتامة، نظراته تحمل تحذيرا واضحا. وهناك خيار ثان خطير جدا. يمكنك الامتناع عن أكل أي طعام جديد بعد انتصارات متتالية أكثر من 2 حتى 10، وتجمع طاقة كل هذه الأطعمة التي كان يمكنك تناولها. ثم في لحظة حرجة يمكنك إطلاق كل هذه الطاقة المجمعة دفعة واحدة. ياكو تتسع عيناه بصدمة. الطاقة المجمعة؟ ماذا يحدث؟ جومو نبرته تخفت كأنه يتحدث عن شيء يعرف تكلفته شخصيا. يحدث انفجار هائل للقوة. قوى متعددة تتجسد في جسدك لفترة وجيزة جدا. قوتها لا تصدق، لكن الثمن. ينظر إلى يده للحظة وكأنه يتذكر ألما أو خسارة. ثمنها فادح. بيولوجيا، استخدام هذه الطاقة المجمعة ينقص من عمرك بشكل كبير، ربما سنوات، ربما عقود. في المرة الواحدة. إنه خيار لا يلجأ إليه عاقل إلا في موقف يائس مطلق، لهدف مستحيل تقريبا، أو لتكفير شيء لا يمكن تكفيره بغير ذلك. تجنب هذا المسار يا ياكو بكل قوتك. ياكو يبتلع ريقه بصعوبة، يشعر بمدى خطورة الأمر. هذا مرعب. جومو يعود إلى نبرته الطبيعية، لكنه يضيف معلومة نادرة. هناك أيضا استثناء نادر جدا، حالة شاذة سمحت ل3 أشخاص فقط في هذا العصر بدمج قوتي طعام معا بشكل دائم. يمكنهم تناول نوعين من الطعام واستخدام قواهما معا طوال حياتهم. ياكو بحماس وفضول جديدين: من هم؟ هل هم أقوياء جدا؟ جومو نظرة معقدة تمر في عينيه عندما يذكرهم، ربما فيها احترام أو معرفة شخصية. إنهم استثنائيون، وقوتهم غير مرتبطة بالهياكل التقليدية. أصبحوا يعرفون بالأبطال ال3. إنهم سينبو، وأخي القرصان العظيم كيس، والأميرة سلطانة. ياكو عيناه تشتعلان بحماس أكبر. الأبطال ال3 يملكون قوتي طعام. هذا مذهل. يجب أن أصبح قويا مثلهم، بل أقوى. قبل أن يكمل ياكو حديثه، سمعوا ضجة قادمة من السماء. طائر يحمل لفافة كان يحلق فوقهم، ثم هبط بالقرب من جومو. أخذ جومو اللفافة وفتحها. تعبير وجهه تغير فجأة إلى جدية قاتمة، ثم قلق عميق، وأخيرا حزن واضح. جومو بصوت منخفض ومثقل ينظر إلى الورقة بيد مرتجفة قليلا. ياكو، هناك معلومات حديثة، ويبدو أنها كارثة. ياكو تعبير وجهه يتغير فورا إلى قلق شديد. ماذا هناك يا جومو؟ ما المعلومات؟ جومو نبرته قاسية كأنه يقرأ حقائق مؤلمة. المعلومات تشير إلى دمار شامل لجزيرة قريبة، لقد تحولت بالكامل إلى رماد معدني. تسمر ياكو في مكانه من الصدمة. قلبه بدأ يخفق بجنون. الجزيرة القريبة؟ جزيرته؟ ياكو صوته يرتجف بشدة. ماذا؟ أي جزيرة؟ جومو ينظر إليه بعينين حزينتين تحملان تفهما عميقا لما سيعنيه هذا. لقد كانت جزيرتك يا ياكو جزيرة المقبرة.